السلام عليكم، يا هلا والله متابعينا الكرام على قناة مواهب صحن. معانا شخصيات مهمة. مدرب الفريق، مدرب فريق أكاديمية الجوهرة أحمد الجوهري، ومساعد المدرب عبد الله البلوشي. أول شيء نرحب بكم كباتن. في كابتن، وجزاكم الله خير وشرفتونا في المرة الثانية. تلاقينا في الملعب والحين تلاقي في الفندق. جزاكم الله خير. الله يجزاك. ونشكركم على هذا المتابعة ووصولكم من سلطنة عمان إلى إمارة عجمان لمتابعة أحداث هذه البطولة. نعم. وصراحة زين أن يكون حد مساندنا من البلد. أكيد احنا دائما نكون مساندينكم إن شاء الله. وهذه الأكاديمية، أكاديمية الجوهرة، طبعا تمثل عمان بشكل عام يعني. جزاكم الله خير، أنتم مثلتوا عمان أحسن تمثيل. كابتن يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف الصحة؟ طيب الحمد لله رب العالمين. الله. حياك الله. كابتن، أول شيء خلونا نتكلم عن الاستعدادات قبل لا تجي البطولة. عندك كابتن؟ والله الاستعدادات مهيئين لاعبين قبل البطولة هذه تقريبا ما يقارب شهر. نعم. كنا خلاص من نياتنا الموافقة أن نكون في البطولة. جهزنا اللاعبين وعدينا أنفسنا لهذه البطولة. نعم. إن شاء الله باقي بعد هالمرحلة، المرحلة الأخيرة، وإن شاء الله الله يوفقنا ونحصل اللقب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كابتن أحمد، استعداداتك لهذه البطولة قبل لا تجي عجمان. والله شوف صراحة، إذا نتكلم عن الاستعدادات، تعرف أنت اليوم تكون ممثل لبلدك في بلد شقيق، فلازم يكون أنك تكون مستعد استعداد يعني عشان ما تقول مكثف، استعداد مدروس. دائما تعرف أنت هذه البطولات هي احتكاك كبير، أنت تلعب اليوم وتقدم نفسك على مستوى الخليج. البطولة يعني كل دول الخليج موجودة. نعم. فيها كأكاديميات ومدارس. فتعرف أنت تختلف حتى الأفكار في هذا في البطولة. ونحن حتى كانت عندنا تجربة سابقة السنة الماضية الحمد لله وكنا الأبطال. نعم. فعدينا العدة لهذه البطولة. فسبحان الله يعني دائما يعني كل شيء يحتاج لأن عمل ما قبل البطولة. ما العمل في البطولة الأهم، ما قبل البطولة عشان أكيد توصل البطولة وأنت جاهز. احنا الحمد لله داخلين البطولة ونحن جاهزين. أكيد. اليوم نحن نتصدر المجموعة في المركز الأول وصاعدين لدور الأربعة، وإن شاء الله نكون جاهزين يعني. إن شاء الله. كابتن عبد الله، كيف عندك اللاعبين بالنسبة للياقة البدنية؟ والله لياقتهم انت تقول ما نم 100%، بس انت تقول في 90 واعلى. نعم. وشباب ما مقصرين، ما حد يعني اصابه ارهاق ولا اصابه شد عضلي عشان نقول متعب ولا شيء يعني. نعم. الحمد لله يعني لياقتهم في هذه البطوله تقول جاهزين فوق 90. الحمد لله. هل عانيتوا من ضغط المباريات؟ والله ما ماشي معنا من ضغط مباراة، لأن لعبنا مباراة. نعم. ريحنا يوم، لعبنا اليوم الثاني مباراة. في إصابات في الفريق؟ ماشي إصابات. ماشي أبدا. طيب كابتن، لما دخلت البطولة أنا عندي سؤال أبى أسألك عنه. طبعا الفريق، المباراة الأخيرة اللي عند الفريق السعودي، الفريق بدأ بأول 5 دقائق بدأ ضاغط إلى أن سجل الهدف. بعد الهدف تراجع الفريق فتسجل عليه. ليش هالتراجع؟ والله شوف يا أخي، سبحان الله، نحن بدينا البطولة وعندنا إشكالية نقول إن شاء الله أنها نعديها عشان ما تقول نتلافاها في الدور الأربعة. نعم. اللي هي عشان ما تقول التركيز. يعني حتى المباراة الأولى نحن دخلنا شوية الشوط الأول شوي فاقدين التركيز، فاقدين يمكن تحس أن اللاعبين ما يدخلون جو المباراة بدايتها. أكيد. لكن بعدين نحاول أن نصلح مع الكلام مع التوجيه، يرجع الفريق ويقدم نفسه بشكل أفضل. وبعدين تحس أن الفريق خلاص يعني تغير شيء فيه يعني. صحيح. الحمد لله يعني المباراة الماضية مثل ما تكلمت فيها دخلنا سجلنا الجول يمكن أول 3 دقائق أو 5 دقائق. بالفعل. بعدها تحس أن الشباب شوية يعني فقدوا التركيز مدة معينة ويعلن الجول. بعد نعم. الجول سبحان الله رجعوا لتركيزهم. أكيد. والحمد لله فزنا في المباراة وكنا أفضل. كانت شيء ما تقول مستلمين المباراة بشكل إيجابي، والحمد لله انتهت المباراة 2-1 بأداء ونتيجة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا ندخل معنا في المناقشة الكابتن، بس عرفنا باسمك. معتز صلاح. لا، معتز صلاح بن سيد سعد. صلاح، كيف كان أجواء البطولة بشكل عام؟
بأمانة أجواء البطولة ممتازة ورائعة مع البطولة. استعديت جيد؟ مرة الاستعداد كان ممتاز؟ ممتاز. رجعنا لكم من جديد. كابتن، كيف شفت أجواء البطولة بشكل عام والتنظيم في نفس الوقت؟ والله الصراحة يشكرون اللجنة المنظمة للبطولة صراحة. يعني نحن نقول يعني دائما حضرنا السنة الماضية وكانت البطولة جيدة ممتازة، والسنة هذه نفس الكلام يعني ما شاء الله عليهم. هم أساسا يعني منظمين البطولة وعندهم خبرات سابقة في البطولة، لأن أنا ما أظن البطولة الخامسة أو السادسة عندهم. نعم الثامنة تقريبا. الثامنة أيوة. نعم. فهم خلاص يعني عندهم خبرة كبيرة في التنظيم. نحن اليوم يعني صراحة ما نشتكي من أي شيء، بالعكس إذا تبدأ من السكن إلى أرضية الملعب إلى حتى لو بغينا مثلا شر ما تقول ملاعب للتمرين أو أي شيء، صراحة جزاهم الله خير يعني مشكورين في هذا الشيء. وحتى هم يتكلمون دائما إذا محتاجين أي شيء أو ناقصكم أي شيء الأمور طيبة. جزاهم الله خير صراحة. إذا تكلمنا عن تنظيم ما عليه كلام يعني. أكيد. كابتن عبد الله، وش المشكلة إن إحنا نستضيف مثل هالبطولات، نسوي بطولات نفس هالبطولة ما شاء الله بطولة قوية يعني وحماسية؟ والله ما بتكلم لك يعني إنه بقول لك كدعم مادي. يمكن شوية الناس الفكر الكروي يختلف كل أمانة يعني كواقعية يختلف الدول الشقيقة. نعم. كابتن عبد الله، ما تمنيت يكون أحد من أعضاء الاتحاد العماني يكون متواجد اليوم، وحكم أن أكاديمية الجوهرة تمثل عمان بشكل عام، فما أدري ليش العزوف يعني من الاتحاد العماني أنه يحضر هذه البطولة، ولا مثلا ما عنده خبر عن هذه البطولة؟ والله ما أتوقع أن في عمان ما حد عنده خبر عن هذه البطولة، لأن هذه البطولة كإعلاميا وتسويقيا ما شاء الله عليه يعني. أكيد. كابتن أحمد، نفس السؤال، ليش احنا ما نقدر نسوي بطولات نفس البطولة في عمان؟ وليش الاتحاد العماني ما يرسل وفد انه يتابع هذه المباراة، يتابع هذه البطولة، ممكن ياخذ حل لاعبين حل المنتخب العماني؟ والله شوف، نحن على مستوى تنظيم البطولات نحن موجودات، عندنا بطولات يعني. نعم. لكن هي تختلف شر ما تقول انت الافكار. نحن صراحة يعني عندنا بطولات هناك في البلد، لكن تختلف الافكار، يختلف شر ما تقول انت حتى بالنسبة لبعض التنظيم خاصة. لكن احنا نقول متوقعين ان الفترة القادمة احنا حتى كأكاديمية الجوهرة احيانا الحين عندنا فكرة على ان نقيم بطولة يعني تكون لها وزنها على مستوى الأكاديميات في السلطنة، وعندنا الفكرة موجودة. وإن شاء الله أنا شوي تعرف الأجواء حارة الحين، فننتظر شوي الأجواء الباردة بيكون مناسب للجميع يعني، لأنك أنت بتحتاج أوقات كبيرة عشان تقيم المباريات يعني في التوقيت هذا. أكيد. ولكن أنا أعتبر يعني الاتحاد العماني يعني المفروض يعني وفد من الاتحاد العماني يدعم أكاديمية الجوهرة، بحكم أن أكاديمية الجوهرة هي تغطي عمان بشكل عام كامل يعني. فأنا أتمنى يعني رسالة توجهها للاتحاد العماني. والله شوف، نحن السنة الماضية صراحة يعني ما نريد أن نقول نعاتبهم، لأن في النهاية ما نعرف ظروفهم، لكن نحن اليوم السنة الماضية كنا أبطال في بطولة النخبة العربية في دبي، وكنا أبطال بطولة كواترو اللي هي السنة الماضية. نعم. وللأسف أن ما حصلنا حتى التهنية، لا دعم مادي ولا دعم معنوي. لا والله صراحة يعني حتى التهنية ما حصلنا من الاتحاد، رغم أن احنا مثلنا السلطنة ومثلنا بتمثيل يعني قوي في البطولة هذه. نحن شاركنا في بطولة النخبة العربية لأول مرة. نعم. شاركنا في البطولة كواترو لأول مرة وأحرزنا البطولة يعني. فحتى الكل يشكر على العمل اللي كانت فيه تقوم الأكاديمية اليوم حتى على مستوى السلطنة يعني. شر ما تقول تهنية من يعني شخصيات معروفة وشخصيات نعرفها نحن وتواصلوا عندنا، والإنجاز هذا كبير وهذا. لكن للأسف أن من الاتحاد ما كان في شيء يذكر يعني، حتى التهنئة في حسابهم يعني، رغم أن نحن شفنا أكاديميات طالعة المركز الثاني والمركز الثالث استقبلوهم في المطار. نحن ما نريد استقبال في المطار يعني، كان يكفينا بس على الأقل التهنئة في حساب الاتحاد يعني، لأن اليوم نحن ممثلين. نعم. والكل يعني إذا كان يعني الأخوان هناك في البلد قبل لا نتحرك لازم تمثلون أفضل تمثيل ويشجعونا صراحة ويتواصلون عندنا يوميا يعني. نحن نقول بعض الجماهير فهم الكل يطالبنا بأفضل يعني تمثيل، ونحن والله نقول نحاول نبذل كل شيء عشان اليوم نحن نمثل السلطنة في أفضل تمثيل. والحمد لله اليوم نحن في دور 4
وان شاء الله نطمح للنهائي ان شاء الله. وطبعا هذه الرسالة احنا نوجهها للاتحاد العماني، يعني على الأقل يعني أقل حاجة التهنئة، ولا يكون معنوي ومادي. يعني مثل أكاديمية الجوهرة، وين الجهات الحكومية، وين المعنيين عن هذه الأكاديمية؟ نقول جزاكم الله خير كابتن أحمد وكابتن عبد الله، مشكورين. هذه رسالة نوجهها. احنا نتمنى لكم التوفيق في نفس الوقت، وان شاء الله فالكم الفوز والبطولة بإذن الله. الله يحفظكم يا رب. جزاكم الله خير، أحسنتم.